في قلب معبد دندرة، صعيد مصر سنة حوالي 50 قبل الميلاد. وقف تمثال الإلهة حتحور، ساكن ساكن قوي. لكن في يوم واحد بس كل سنة، ومع أول نفس للشمس، شعاع ضوء يدخل من فتحة أضيق من كف الإيد، يمشي جوه المعبد مسافة محسوبة، مش بالصدفة، بالعقل. يوصل ويرتطم بوش التمثال، ولا يلمس حجر غيره. المعبد ده اتعمل من أكتر من 2000 سنة، من غير ساعات، من غير ليزر، من غير أي تكنولوجيا نعرفها. والحقيقة اللي محدش بيحب يقولها، الكهنة استخدموا اللحظة دي عشان يعلنوا بداية السنة، فيضان النيل، وحياة أو موت مصر. يعني لما الشمس تغلط، مصر كانت تموت. عشان كده الفراعنة ما كانوش بيعبدوا الشمس،